السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان خلص وان شاء الله العيد جاي باذن الله، ربنا يكتب لنا يا رب كلها ايام سعيدة وايام خير علينا وعليكم يا رب. النهارده معانا حاجة من الحاجات اللي مفيش غنى عنها في البيت، الحاجات الأساسية، الحاجات اللي أي ست بيت النهارده ما تقدرش تستغنى عنها. جايب لكم النهارده مساعد رئيسي ست البيت في المطبخ، ومن اهم العوامل اللي بتساعد ست البيت في المطبخ. جايب لكم النهارده غساله الاطباق. غسالات الاطباق النهارده من اهم العوامل الموجوده في المطبخ الاساسيه اللي كل ست بيت بتعتمد عليها ومفيش غنى عنها. معانا النهارده حته كسر زيرو، حرفيا كسر زيرو، غساله اريستون 14 فرد سيلفر. الغساله دي يا جماعه لسه في الضمان، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله. زي ما هنشوف معانا النهارده لسه في الضمان، باقي ضمانها تقريبا سنتين او سنتين ونص، حاجه زي كده على ما اعتقد. ماشي، تعالوا نتفرجوا نشوفوا النهارده الغساله بتاعتنا الاريستون 14 فرد. زي ما احنا شايفين اللون سيلفر، الهيكل الخارجي كله باللون السيلفر. ماشي، شاشه ديجيتال نتحكم فيها. الغساله دي يا جماعه 7 برنامج، 7 برنامج، فيها كذا برنامج متعدد زي ما هنشوف مع بعض. شاشه زي ما شفنا، فيها تايمر نظبط بيه الوقت، فيها امكانيات جميله جدا. نقرب ونشوف زي ما انتم شايفين، حاجه بسم الله ما شاء الله اهي، كسر زيرو حرفيا. الغساله دي النهارده بتتميز بكذا ميزه: هدوء تام كانها مش شغاله لما تشتغل، وكمان اهم ميزه في الغساله دي انها انفرتر، موفره للميه وموفره للكهرباء، اقل كميه واقل كميه كهرباء زي ما انتم شايفين مع بعض اهو. طبعا المسحوق بتاعها معروف، والملح والحاجات دي كلها بتشتغل بنظام معين. الغساله دي صناعه بولندي، اريستون صناعه بولندي مصنوعه في بولندا ولسه في الضمان زي ما احنا شايفين. ممكن تعملي عليها نص الكميه، مش لازم تاخد الكميه ال 14 فرد، ممكن ناخد نص الكميه وهتشتغل معاكي وهتديكي نتيجه زي الفل زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، سنون بتنتني، انفرتر زي ما قلنا، هدوء، مفيش ما تحسيش ان هي شغاله. بسم الله ما شاء الله، غساله من الغسالات الجميله اهي زي ما احنا شايفين، المجاري بتاعتها وكله تمام، الصرف بتاعها كله 100 100 زي ما انتم شايفين اهو. اريستون المفروض بولندي اهي. شاشه حاجه بسم الله ما شاء الله 14 فرد، لسه في الضمان زي ما قلت لكم، باقي تقريبا 3 سنين او سنتين ونص في الضمان. حاجه ما شاء الله، اللهم بارك لصاحب النصيب. وزي ما انتم عارفين الشغل ده مش هتلاقوه غير عند الوكاله بس، الشغل ده متوفر عندنا بس باذن الله، وهينزل منه كميات باذن الله بامر الله قريب. بس دي النهارده الموجوده قلنا نعمل عليها الشغل بتاع النهارده لانها حاجه من الحاجات الجميله، واتمنى يا رب انها تعجبكم. نشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.